الفلوس كيف ما قالت لنا سعاد بان كانت وحده كتصيفط ليها من اسبانيا، كانت كتصيفط ليها شهريا 1000 اورو، كتقول لها هاكي وياك تصالحي مع بنتك، هاكي وياك تقلبي على الشاهده اللي غادا تبين ان كاين زنا المحارم ويتقاد الفيلم. هادشي راه خطير هادشي. لكن استغلت من طرف من؟ من طرف بعض أباطرة اليوتيوب اللي حاكمين داك ملوك اليوتيوب. ما كيقول لك واحد انا ملك انا ملك اليوتيوب وانا لبؤة اليوتيوب، بمعنى كتسيطر على واحد الشخصيه وكتشتغل بها في الخفاء. فاش كتقول لك سيده كيهضروا معاها في البريفي راه كيقريوها اش تقول، راه درسوها هذه المده ديال 4 سنين، قراوها اش تقول، قراوها كيف دير في المؤسسات، قراوها كيفاش تصنع المحتوى اللي هو المحتوى اللي تيمس المغاربه وغادي يبكي المغاربه. هادشي راه خطير. راه غير وحده كتصيفط 1000 اورو وتخيلوا معايا 4 ولا 5 يصيفطوا 1000. راه هاد سعاد قالت لك راه وصلت مع شي وحدين اللي كانوا كينوبوا عليها راه 56 مليون سنتيم باش وصلت معاهم. واش هادو هما الاسره المغربيه اللي بغينا استاذه؟ هذا قلت لك هذه حرب. راه قلت لك ديك المره قلتها وتنقولها وتنكررها، راه الا كان عندنا الكوفيد وقضينا عليه راه كوفيد اخر. تسريب المعلومات استاذه، تسريب المعلومات خطير جدا. مثلا الا جينا نتكلموا مثلا كنلقاو ان الزروالي كيتكلم على الخبره ديال هيام ليله قبل ما تدلي بها المحاميه في المحكمه، والمحاميه كتقول نهار المحكمه ان ديك الخبره عاد وصلتني في الصباح وهي عطاتها لها لافي، عطاتها بالليل عطاتها للاسف الطبيبه كتشهد ان عطيتها لها في الليل والمحاميه بطلب من المعتقل. خطيره استاذه، تحملوا مسؤوليته. استاذه محاميه معروفه. اول لقاء ديالي معها كان هنا في هذه الجمعيه اللي تواصلت معها مع الجمعيه. وشكون اللي عطى الهاتف ديالي؟ عطى لها الزروالي. تواصلي مع مدام بقاي، تواصلت معايا بخصوص ملف ديال واحد القصير اللي هي كتستغلها زوجة الاب واللي هي بنت سعاد جوهره. دابا غنهضروا باسكو انا ما كنبغيش نهضر في المواضيع، ولكن بيسكو دابا الراي العام خصو يفهم الموضوع. فقلت لها بيان سور بون بديت كنبحث عن نجي ندخلوا ونتلاحوا شي موضوع. سعاد جوهره راه حنا تنهضروا عليه، راه هما من دوك الضحايا ودوك السلاله اللي كلهم عندهم، ما كاينش اللي ما عندوش قناه، البنت والام والضره والاخت والعم والاب فوالا. نكمل، خلي باش نكملوا الموضوع باش يفهموا الناس. تواصلت معايا الاستاذه قالت لي عندنا مشكل ديال قصير زوجة الاب، حنا دابا ودرنا وما كاين والو في مدينه فاس وما داروا والو. حنا كجمعيه استاذه، انت جمعيتكم هذيك الساعه الجمعيه كانت عندها قيمه وعندها استاذه وتبارك الله استاذه، والقيمه ديالكم وقيمه مضافه ومعروفه على الصعيد ديال القوه ديالكم. استاذه الله يخليك بغيتك توقفي معنا هكا، توقفي معنا، راه كلشي مسجل عندنا. نعم. قلت لها واخا وانا حاضره. بديت كنبحث على هاد السيده، هاد البنت شكون هي، باسكو انا ما كندخلش اليوتيوب باش نعرف شنو كاين. ما الا جاتنا شي حاجه شي شكايه من عند شي حد راه كندخلوا كنبحثوا كنحطوا التقارير عام والسيد وكيل الملك او الخليه العنف ضد الاطفال. فانا ما كنحطش شي حد اخر من غير هاد الناس اللي هما مختصين في هاد الشيء. نعم. يعني كنبلغوا مزيان. فقلبنا جبرنا ان ايفيكتيمون زوجة الاب كاين واحد الفيديو اللي هي البنت قرات وكدير الفلوس هكا كتشير على الفلوس. خدنا داك الفيديو وعريانه دازت واحد اللقطه عريانه، وواحد الفيديو ديال البنيته الصغيره ديال لو بيبي حتى هو عاود كتغسل ليها وعريانه حتى هي دارت لها غير انفان ما ندخلوش في الديتاي. مي خدينا هذاك الشيء وحللنا بون تري بيان. حنا قبل استقبلنا القصير مع الاخت ديالها وزوجة الاب، فسمعنا ليها وداك الشيء. حنا على الطبيبه النفسانيه لقينا البنت بان محتاجه المساعده، محتاجه دي سيونس. نعم. زوجة الاب للاسف رفضت تجيب لنا البنت باش نكملوا مع الحصص. فكان بامكاننا حنا ان نبلغوا السيد وكيل الملك بان راه زوجة الاب ما جابتلناش البنت باش نكملوا معها حصص ديال السيما مع الطبيبه النفسانيه. نعم. زائد على هذوك الفيديوهات اللي كانوا عرضتهم زوجة الاب، حطهم في اللايف وسافرت بها بدون اذن الام، لان الاب كان معتقل وكان الام اللي هي وصيه. بون نعم. الام فمشيت برجلي يا استاذه، ضربنا موعد
باش نتلاقاو في فاس، ونذكر الاستاذه العاقله على هذا الشيء، وتكذبني ومشينا. ومشيت انا والمنظمه الحقوقيه الاستاذ دريس اوريس اللي كنهنيو حتى هو هذا العمل الجبار اللي كيقوم به، ومشيت مع الاعضاء الجمعيه اللي هما 3 فثلاثه داروا خدمه اللي ما قدرتش تخدميها. اكيد. وانا عاقله انها قالت لك ان السيد الوكيل العام راه كانت شكايه محطوطه، وان لولا التدخل ديالكم استاذه سميره، وانكم درتوا واحد الخير كبير، وان فعلا واخيرا القاصر رجعات الام ديالها. لا ما رجعتش الام، مشات هذيك الساعه الجمعيه. لا نعاود لك التفاصيل باش يعرفوا الناس التفاصيل. لا كنبغي نعاود تفاصيلها فاطمه الزهراء. بحال كندير شي تقرير الوكيل العام والراي العام يعرفوا. السيد وكيل الملك عطى التعليمات، الوكيل العام دخلت عنده، دخلت معي الاستاذه وما عرفش كاع الاستاذ بعد اصلا. بحكم انها محاميه جات مدينه الدار البيضاء، وكاينه هيئه ديال فاس محامون تما كاينه. ديك الساعه كانت الجمعيه اللي دخل عند الوكيل العام، ما دخلش حد اخر. الوكيل العام استقبل الجمعيه. نعم. فانا قلت لها هي الاستاذه معنا، عاد دخلت الاستاذه، انا كنعاود كيفاش لي زيتاب كيف دازوا. نعم. فدخلنا عند الوكيل العام، تنشكرهم هذا المنبر، فلولاه التدخل ديالو لا نعرف ان الجمعيه اللي جات، واش الجمعيه جايه غادا تسترزق، واش الجمعيه جايه تخلص. فالجمعيه عندها واحد الميثاق مع الله ومع القضاء ومع وزاره الداخليه ومع السيد العامل ومع سيدنا الله يسرو اننا نحميو النساء والاطفال المعنف. فعطات التعليمات ديالو السيد وكيل العام ديك الساعه، ومشات فاتحه للدار البيضاء واستمعوا لها لان هي كتمثل الجمعيه. نعم. ما كانش محاميه، انا كنقول لك العمل اللي قامت به الجمعيه، هذه الجمعيه اللي هي من بعد تقول فيها نعم. ما لم يقله مالك في الخمر. فاستمعوا لها، لا غد ليه غادي يجيبوا البنيته، غادي يستمعوا لها. التعليمات ديال وكيل الملك غتحال عند قاضي الاحداث، غتحال عند قاضي الاحداث، غتسلم الام ديالها. من بعد يومين غتمشي عند الام ديالها، غادي تهرب وترجع لعند زوجة الاب. نعم. غتعاود تواصل معنا الاستاذه المصونه. الو مدام بقالي، راه البنت راه خرجت من دارهم، راه هربات، رجعت لعند، مشات لعند الجده بريتو، ما بقاش مشات عند. خصك ديري شي حاجه بسيطه. غنديروا تقرير كذلك عند القاضي الاحداث، وغادي نصيفطوه، وغادي نتواصلوا مع مركز الزيات اللي كنشكرهم هذا المنبر، لان مركز الزيات مركز حمايه الطفوله اللي كيضرب به المثل، لان لولا التتبع ديالو ما كانش البنت غترجع لطريق الله. لان البنت كيفاش كانت كتعنف، انا نرجعوا في العنف، نفتحوا واحد القوس على العنف ديال ديك البنت كانت كتعنف. باش فاتحين لها قناه وهي عندها 14 ولا 15 سنه، قناه كتبقى حتى لجوج الليل 4 سنين. كاين شي عنف اكثر من هذا استاذ؟ عنف من طرف الزوج الاب، من طرف الاخت اللي كانت راشد ديك الساعه. الام كانت كتشوف بعينها، ما يمكنش، ولكن انا ما كنقولش ان الام راه بريئه، هي بريئه، كلشي عنده يدو في هذه الحريره، ولكن بما ان لقينا البنت في يد من الاخر زوجة الاب والاخت والجده، فحتى واحد ما عطف عليها، فسي فغي حتى واحد ما قال اللهم ان هذا منكر. فوالا فتحلت البنت على المركز، ودوزت واحد الفتره، بدات الام ديالها كتمشي لعندها وكتشوفها، وقال لها قاضي الاحداث ممنوع تصوري بنتك ولا ديري شي حاجه. واحد النهار طلعت معها في اللايف، صوراتها ولا شي حاجه، تواصلنا معها، حنا تواصلنا مع الام، قلنا لا ما عندكش الحق، سينو قاضي الاحداث غادي يتابعك. من ذاك الوقت حتى جات الاستاذه قالت لك بغيتك توقفي مع الاستاذه سعيده سعاد الطاوي، جابتها في السياره ديالتها ودخلتها لعندي. هي فاش غتلاقيها استاذه غادي تجيبها بيديها لهاد الجمعيه اللي هي الوثائق ما كاينينش، هذه الجمعيه ما قائماش، الجمعيه الله عندها عامل، الجمعيه اللي ما كتشتغل شيء. وثاني ملف اللي غادي نخدموا في هذه العائله. فوالا فدخلات فتح لها الباب المخزني، والشعار كاين رايه المغرب، 4 ديال الرايات كاين في الباب. الشعار رمز الدوله كنفتخروا به، نفتخر به ان تكون الرايه في قلبي، ماشي غير في الباب، ماشي غير في السياره، ماشي غير في لونطيط، تكون هي في قلبي اصلا. اكيد استاذ. فدخلات للمركز ودات جوله المركز، قالت لي احسن مركز، احسن جمعيه، احسن بقات احسن حتى داخت. وسي فغي كدخل اللي جا كيدخل استاذ، حتى وليتي اسوء، حتى وليت بلاتي بقينا لا بقينا زوينين، لان
كانت محتاجه لينا باش نعرضوا سعاد عند الطبيبه النفسانيه. نعم. الطبيبه النفسانيه ديالنا ما كتخلصهاش، راه بالمجان. مجاني. فالطبيبه كنعيطوا لها، استقبلت السيده السيونس الاولى، السيونس الثانيه، كانت محتاجه الملف ديالها، هذيك الشهاده ديال الطبيبه النفسانيه. الاستاذه غنذكرك كنتي محتاجه الشهاده ديال الطبيبه النفسانيه ديال المركز ديالنا باش تحطيه في الملف ديال سعاد. ف من بعد كنتو قانونيين، كنا قانونيين بانك تطلبي واحد الشهاده طبيه من واحد طبيبه نفسيه اللي تابعه للمركز اللي كان قانوني واللي دابا ما بقاش قانوني. من بعد باش ما نطولوش على الناس بزاف في التفاصيل كبيره طويله، من بعد غادي توصل معايا الاستاذ. هذا ميل ما نعطيش كل شيء، ما نعطيش كل شيء، لا ما بغيتش نعطي كل شيء، ما بغيتيش تحطي كل شيء في الوقت المناسب غيتحط كل شيء. نعم. مؤخرا ونبدا نفتح قوس، نهار كانت كترافع على الجمعيه سواديزون المرافعه ديالها في الجزائر على الجمعيه. اكيد وكنا كلنا حاضرين. 30 عام د الخبره ديال الجمعيه. الجمعيه كتخدم مع قضاة الاحداث، الجمعيه كتستقبل القاصرات، الجمعيه امهات المعنفات. هذه فاس عاودت القصه الواقعيه الحقيقه ديال الجمعيه في مرافعتها في فاس لفائدتها لفائده لان كان شاده الملف ديال سعاد وديال القاصر. كانت انذاك تشيد بالمجهودات الكبيره وتنوه بالحقيقه، لان هذه الجمعيه اليوم اللي اصبحت في هذه الجلسه ديال الدفاع عن هيام عوض ما اننا نمشيو للشق القانوني. الاستاذه صراحه حزه في انفسنا لاننا كنعرفوا العلاقات ديالك مع هذه الجمعيه وعرفنا الملفات اللي خدمتي معها، وكتقولي انها جمعيه غير قانونيه. قبل نهار تعتقلات هيام قلت لها راه عيطت لي الاستاذه، انا اللي عيطت لها، قلت لها عيطت لي سعاد جوهره عيطت لي، قالت لي علاش؟ قلت لها ما عرف، راه بغاتني انا صحاب مش باقا معاها. قالت لي لا بقيت كنوب عليها راه ما خلصتنيش. انا قلت بيسكو هاد السيده بغات تجي عندي انا وضعيه صعبه، كسوا المحاميه ولا ماشي المحاميه وضعيه صعبه يعني هاد النيابه اللي كتنوب على هاد ماشي على حسب الجمعيه مجانيه كيف ما كتعملوا نتوما. لا 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 هاد الكلام ما خلصتش حسب تصريحاتها، انا ما عرفتش من بيناتهم، قالت ما خلصتهاش. فانا فاتحه قالت لي الاستاذه راه سعاد كتعيط، برك لي زابيل كتعيط في الفيكس، كتعيط في البورطاب، بغيت نمشي نشوف الاستاذه. قلت لها ماشي مشكل، قلت ما بغات تجي مرحبا بها، غتجي عندي نهار الاربعاء غادي تجي غادي تدخل. قالت لي الاستاذه بغيت نعاود كدي شوز، مرحبا. عاودت داك الشيء اللي عاودت. ما غنقدرش نهضر في ذاك الموضوع، ولكن اللي كيهمني انه الاستاذه لما عرفت سعاد جات ومن بعد قبل شهر رفضت تصور دوزيام، غتقولها فيك زوينه، ما تقولهاش فيا زوينه. وبالاخص لما دخلت على الملف ديال هيام قالت لي انا الملف ديالهم ما ندخليش، واخا الناس كيطلبوني من سويسرا كيرغبوني باش ندخل ما ندخلش، ماشي في المغرب كيدخلوا الناس ديال سويسرا. الوغ هاد الجمعيه غادي يبغيوها الناس، غادي يبغيوها المغاربه الحرار، غادي يبغيوها الامهات اللي كيموتوا على بلادهم، اكيد غادي يبغيوها الشابات، غادي يبغيوها شباب اللي حرقه ديال الدم ديال الوطن في دمهم كيسري. ولكن هل الخلافات بيناتنا استاذه؟ خلافاتنا حنا الحمد لله راقيين، وهذا ما يمكنش اننا نضربوا بعضياتنا لمجرد اختلاف راي او لمجرد خلافات مزار. راه ماشي شوف هيام الا تسدت القناه وبزاف ديال الروبينات غيتسدوا، راه واحد البزوله كيرضعوا منا بزاف. والنيابه العامه طلبت النيابه العامه طلبت باغلاق القناه. ايوا دابا واش في اخبارك القناه ديال هيام الا تسدات شحال غادي يموت معاها؟ بحال شي مشروع راه القناه ديال هيام راه مشروع، وماشي غير هيام، كاع ديك لاليز كلها وريت ديك لاليز كلها راه غادا جايه في الطريق. راه شحال من قناه اللي هي ضحيه ديال هذوك القنوات. الا قلت لك انا كنقول لك اليوم هيام ضحيه، البارح سعاد وبنتها يسرى ضحيه، نعم، فاتحه روتيني ضحيه، رضا وفاطمه ضحيه، راه كلهم ضحايا. شوفي حنا هذاك الشيء واش استاذه واش بصح تواصلتوا مع الطبيبه وقلتوا لها عطينا شهاده تثبت انه هي عاقله، والسيده خافت الله وما بغاتش تعطيها لكم
لانكم اردتم ان تزوروا الوقائع. احنا عندنا محاميه رأس القانون، محاميه بمعنى الكلمه، حقوقيه. كنحييها من هذا المنبر لان كتعرف سريه البحث وكتعرف بان الوثائق سوبلي ما كاينش اللي كيشوفهم. واش تواصلتوا مع الطبيبه وفعلا ان كانت عندكم السيده المحاميه الاستاذه اسمهار تواصلت مع الطبيبه قالت لها خصني طلب عند وكيل الملك. بيان سور مشيت انا والاستاذه عند وكيل الملك. يعني هاد الطبيبه اللي طلبتوا منها لانها كانت سبقات قالت لك انه هي ما مريضاش. الوغ هي عندك ما يثبت؟ عندنا ما يثبت. كتقول لنا انها نفس الطبيبه اللي كانت بيتاتها عندها في الدار، هي وولدها هي وبنتها، انا داك ما كانش معاها الولد، قالت لك في الغد ليه قالت لك هذيك راه بعقلها تتعرف كل شيء. عندها شوفي داك لا مالادي اللي عندها سبعي مالادي، يعني مرض نفسي. راه الانسان كيعيش حياته الطبيعيه، راه كيتزوجوا كيولدوا، مرض نفساني كتعيش به. قالت لك انه هي ما مريضاش، قالت لك داك المرض ما يدفعهاش دير داك الشيء كامل. ولكن هذه راه كانت شوف نخلي الموضوع ديال الطبيبه تحلي، كان خبراء اللي غادي يحلوا هذا الشيء. نرجعوا لك للموضوع كيفاش كانت كتعنف شنو الاسباب اللي كانوا كيجعلوا كتعنف وليداتها. لا لانكم نتوما من بعد طلبتوا منها هذاك التقرير وهي تبارك الله دوات بحنكه وبقانون. ما يمكنش ليا نعطيك انا تقرير بدون ان السيد وكيل جلاله الملك يعطيني التعليمات، ولكن تعطى تقرير اخر، تعطى اليوتيوبر كيقول الحاله ديالها ماشي بانها مريضه، كيقول انها هاد السيده هذه عانات في الماضي والمعاناه ديالها عايشه معاها. شوفي هي كي قلت لك كانت كتعاود خرافه وتيقتها وتيقوها الناس. دابا راه كاينين الناس اللي كيتبعوا هاد اليوتيوبرزات اللي كيخرجوا الحاجه قبل ما تخرج الغد ليه. راه ملي كينوضوا هاد اليوتيوبرزات كيقولوا بانه هي ما غتخرج او لا ما غتخرجش ولا بشحال غتحكم، سي نورمال غيتيقوم الناس. نقول لك واحد القضيه فاطمه الزهراء، راه شحال من قناه صباص راسها محاميه، صباص راسها خبيره سياسيه، صباص راسهم صحفيين، شحال من قناه تيقول لك ان هذه الخبره في صالح وهي ما تخرج اليوم. خداو القرار هما حكموا قبل ما يحكم القاضي، حكموا وداروا التشريح وداروا المسطره وسدوا الحبس وحلوا الحبس، كلشي داروا القنوات، كلشي دوك القنوات. ولكن كلهم القنوات غادي يطيحوا وحده بوحده وواحد بواحد. كل من يسرب المعلومات وكل من يضرب في المؤسسات وكل من يسرب المعلومات، الملف كيكون باقي في المحكمه، باقي في سرية البحث والتحقيق. خرجوا تنشروا في اليوتيوب. اذا هنا خاص دار خبره على بعض الهواتف من اجل معرفه من يسرب، شكون اللي كان كيكون حاضر لا عند سيد قاضي التحقيق، ولا شكون اللي كان عنده مثلا هذه الخبره، ولا شكون اللي عنده هذه الشهاده الطبيه او لا. ان هذا الشيء خطير استاذ، ان هذا الشيء راه كيضرب في العمق، خطير وتيضرنا. وحنا ما بغيناش هذا الشيء يبقى، حنا ليه بالمرصاد. كما قلت لك راه كاينه لجنه وكاينه لجنه وسنقولها 3 فوا. كاينه لجنه اللي المهمه ديالها تصدي لهذا الشيء والتصدي للتجار بالاطفال، تصدي للتجار بالاشخاص اللي هما وضعيه صعبه. باسكو شحال من واحد اللي جاو داروا له قناه وداروا له قناه ورواج الدير. نعم أستاذة، بالنسبة للمطالبة ديال النيابة العامة مشكورة، وكنشكروا على الجرأة ديالها وعلى الشجاعة ديالها دائما بإغلاق قناة هوية. هل سيتم إغلاق القناة في نظركم وهل يجب إغلاقها؟ يجب إغلاقها. شوف راه إلا ما تسدوش القنوات اللي كيضروا بلادنا والناشئة ديالنا، راه بحال ما درنا والو، بحال كنخونوا في الرملة، راه بحال شي واحد مسطي ما داويتيش، كتدخلي عليه تسدي عليه وانت ما عالجتيش، سد عليه ملي غتخرجيه لا ميم شوز، تخرجي كوم ان مونستر، غادي يولي كوم ان مونستر يبغى ديفوغي. راه كاين اللي كيدخل للحبس اولا كيدخل يداوى وكتبقى ديك القناه خدامين بها وحدين اخرين من عائلته، عنده الكود، عنده بزاف ديال الحوايج. فاطمه الزهراء هذاك القضاء هو اللي غيتكلف داك الشيء ملي كيهمنا حنا كمجتمع مدني. وهذه كنوضح للناس بان كل واحد ماشي غير الجمعيه اللي خصها تبلغ، حتى نتوما معنيين بالامر، فيما بالكم شي حاجه بلغوا. التبليغ كتبوا سير كتب غير عند كاتب عمومي. كاين واحد البوابه لا استاذه، راه كاينه بوابه الكترونيه من حق اي انسان انه يدخل يبلغ باي واحد بان ليه انه يسيء لبلادنا او لا يسيء مجتمعنا او لا يسيء مؤسساتنا او لوليداتنا. استاذه سميره، بطبيعه الحال بالنسبه للجمعيه لا داعي لاننا عاوتاني مره اخرى نشيد بهذه المجهودات، لان هذه الجمعيه اللي هي غير قانونيه
ما يمكنش انها تكون عضو في واحد اللجنه اللي مكلفه بخليه العنف ضد الاطفال والنساء، واللي كيترز اللي كيترأسها بطبيعه الحال السيد الوكيل العام ديال جلاله الملك، وان هذه الجمعيه ما عندهاش الوصل الايداع النهائي. نعم قبل لا نعطيك الكلمه من بعد، خليني نكمل هذا الشيء، نقول لك الاسباب، نعطيك الاسباب. عندي في السري لان كنتي حاضره في الجلسه، ما كنتش حاضره انا. نعم انا كنت حاضره. انت سلطه ربيعه راه كتمثلي بيان سور. ف في شهر 8 غتواصل معايا الاستاذه وتقول لي استاذه الله يخليك بغيتك تعطيني الارقام ديال الهواتف ديال وكيله الملك اوديو. علاش بغيتي الارقام ديال وكيله الملك؟ حس عندها واحد البرنامج في صباحيات، انا غادي نعطيك الارقام ديال وكيله الملك، وانت محاميه سير عند المحكمه، سير طلب عند وكيله الملك ديال الاسره. لاش غنعطيك انا، لاش غنعطيك انا الارقام؟ ما تيتعطاوش الارقام لان كاين واحد البرنامج غندوزو في صباحيات، كندوزو في شهر 9، فلهذا حنا بغيناك باش تكوني انت معنا وتكون الاستاذه فلانه وكذا وكذا، وما نذكرش الاسماء ديالهم كذا وكذا وكذا وكذا، وحتى انت كذلك واختاري الموضوع اللي بغيتي تهضري فيه، لان رشحتك باش دوزي ذاك البرنامج صباحيات. ما جاوبتهاش لان ما عطيتهاش، ما نقدرش نعطيها الارقام. اكيد هذا من الاول. واستشرت مع الاستاذه قالت لي ما نعطيوش الارقام. اكيد قالوا لي لان بامكانها هي كمحاميه الولوج للمحكمه وتمشي لعند الاستاذات تما وتهضر معاهم. الوغ من بعد مؤخرا غادي تواصل معايا دوزام صباحيات، برنامج صباحيات. مادام قال لي الله يخليك بغينا نجيو نصوروا عندك. قلت لها مرحبا. قلت لها مرحبا. انت دائما فاتحه البيبان ديال الاعلام والصحافه والوضعيه الصعبه والنساء. قلت لها مرحبا شنو هو الموضوع؟ قالت لي العنف ضد المراه. قلت لها بيان سور حنا درت برنامج، حنا درنا خدمنا الان كله حنا كنخدموا على العنف، وداير يلا دوزنا في اللجنه الجهويه تكافل النساء ضحايا العنف، السيد الوكيل العام اللي هو كيترأس اللجنه وانا عضوه فيها، وخرجنا لجينه اللي هي كتشتغل على هذه الفئه، على هذه الحالات ديال نهضروا فيها من بعد هذه. فقلت لها ويلي ما يمكنش نصور. قالت لي بغيت نجي نصور عندك غدا. قلت لها ما يمكنش تصوري، بغيت نصور غير حالات. لا ما نقدرش نعطيك الحالات، لا الحالات لا نفلوتي الوجه ديالهم. قلت لها ما يمكنش، ما نقدرش نعطيك الحالات وتفلوتي الوجه ديالهم، ما يمكنش. لا وداير بغيتي تصوري عندي في الجمعيه راه خصني ناخذ اذن مع السيد العامل، ندير طلب السيد العامل. انا ما كنخدموش عشوائيا، حنا راه جمعيه كتجي كتصور هنا هي اللي جايبه هذوك الحالات. حنا اللي كتصور، انت اللي كتجيب لنا الحالات. فاطمه الزهراء شوف تيفي ولا صوت العداله ولا استاذ يوسف ولا هاد المنابر سخت هاد المنابر اللي هما تيترددوا على هاد الجمعيه، راه كتصوري مع حاله كتجيبها لي مع وحده الليل. راه الرحمه، شي الرحمه داك الشاب اللي معاكم سميتو حمزه، راه الوحدات اللي جات لي كيعيط لي مسكين تيجيب لنا حالات من عندكم. فاطمه الزهراء كتقولي كتصوري مع شي مرا وكتجيبها لي، فانتم لما كتدخلوا وكتجيو كتجيبوا لنا حالات. اكيد راه ما كتدخلش كنتبعوا معاهم وكنبقاو متبعين معاهم. انت يا سي سعيد حتى وكذلك، واخا ما كتكونيش سعيد واستاذه لقيت واحد السيده بالوليد ديالها كيجيبوه، فاحنا كنستقبلوا عندكم لان عندكم حالات كديروا سوسيال معنا. نعم كتكملوا خدمه معنا. نعم. قلت لها ما يمكنش تصوري من عندي، خصني ناخذ الايد، وخصني الوقت. لا نقدر نجي ماشي مشكل. قلت لها انا ما كايناش، انت اللي بغيتي تصوري انا راه ما كايناش. كنحاول يعني على ما ريتما تلقاي داك الاطار القانوني اللي غادي. قالت لي ماشي مشكل، غادي تجي الاستاذه الروقاني تصور. الاستاذه الروقاني غادي تصور عندي في المركز ولا ما كاينش، ما عندها اتصال مع المركز، ما عنديش شراكه معاها، ماشي محاميه ديال الجمعيه، ما عندها حتى شي علاقه باش تصور عندي انا. قلت لها لا ما يمكنش. قلت لها لا ابدا. اولا النساء اللي عندي كصفتهم وكيل الملك، وكيل العام، خاليه العنف، محكمه الاسره، ما يمكنش هاد الحالات اللي مصفتهم وكلاء الملك انا غنعطيك الحالات تصوري بهم، ولو بغيت تصور هي انا ما نبغيهاش تصور لان الملف ديالها باقي جاري في المحكمه. ما يمكنليش انا نهضر على هذا الموضوع، ما يمكنليش. قلت لها جينا كنصوروا في بعض الاحيان استثناء ملي كتكون شي حاله اختفاء واحد السيده ما معروفينش عائلتها، تنجي وتنديروا معها واحد اللقاء واي وحده تنديروا معها تيجيو العائله ديالها كيقلبوا على مسنات. قلت لها واش غديري؟ هضري مع الاستاذه وقولي لها هادشي اللي قلت لك. قولي لها مادام بقاني ما بغاتش وما يمكنليش، ما يمكنش ندخلك عندي وما يمكنش الاستاذه تجي تدخل تصور عندي، ما يمكنش. ما عندها حتى علاقه مع الجمعيه. هذه الجمعيه اللي من بعد ما رفضت اصبحت غير قانونيه.